فيلمنا النهارده بيبدأ جوه مشرحة وبنشوف ممرض وهو بيدخل جثة بنت شابة، وهو واقف بين باقي الجثث بيسمع الراديو بيتكلم عن عمليات تحول تانية لفيروس الحمى المنتشرة. والظاهر كده ان في مرض انتشر بشكل كبير وبقى خطير جدا، ومن اعراض المرض ده هو ان الضحايا بتوعه بيطلع لهم بقع في اجسامهم وبينفعلوا فجأة. واخيرا الممرض بيحط جثة البنت دي على الترابيزة وبيطفي الراديو، وفجأة بيسمع صوت حاجة بتقع، ولما بيبص وراه بيلاقي البنت اللي المفروض كانت ميتة وحاططها على الترابيزة قامت فجأة وبتعمل اصوات غريبة. ولما بيقرب من البنت بنفهم ان البنت دي اتصابت بالفيروس اللي منتشر وبتهجم عليه، وصوت صريخها بيعمل صدى صوت بينتشر في المشرحة كلها. وفي المشهد اللي بعد كده بنروح لسجن في الفلبين وبنشوف المساجين اللي في السجن ده وهم عاملين مسابقة يشوفوا بيها مين اكتر حد هيلعب عداد ضغط، واللي بيفوز في التمرين ده هو ايمون، واللي بنعرف انه كان زمان جندي تبع القوات الخاصة ولكن اتسجن بعد ما ارتكب جريمة، بس هو بيقدر يقضي عقوبته باحسن طريقة مع مراعاة حسن السلوك. وعلشان كده مدير السجن بيطلب يقابله في المكتب بتاعه وبيقول له انه اخذ قرار انه هيخليه يخرج من السجن. وايمون بيفرح جدا بالخبر ده لانه من بدري كان نفسه يخرج من السجن ويرجع لمراته وبنته، بس بيكون لسه قدامه كام يوم عقبال ما يخرج من السجن علشان في اجراءات لازم تتم الاول، وطول الفتره دي هو محتاج يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يبعد عن المشاكل. بس بعد كده بنلاقي في واحد من ممرات السجن تيموثي صاحبه واللي بيتعرض للتنمر بسبب مجموعه من المساجين واللي بيتهموه انه بلغ عن القائد بتاعهم لمأمور السجن. وتيموثي بيحاول يدافع عن نفسه وبيقول لهم ان ده ما حصلش، ولكن محدش منهم بيصدقوا وبيوعدوه انهم هيربوه. ولحسن الحظ ايمون بيجي وقتها وبكلمتين بس منه من غير ما يحتاج يتخانق المساجين بيسيبوا تيموثي وبيمشوا احتراما لايمون. وبعد ما المشكله دي بتتحل ايمون بياخد تيموثي وبيرجع بيه للزنزانه بتاعته، وبعدها بيتصل بمراته شيري وبيحكي لها الحادثه اللي حصلت في الممر، وده شيء بيخلي مراته تتعصب اكتر. وبنفهم هنا ان سبب ان ايمون يدخل السجن اصلا كان انه تورط في خناقه، وعلشان كده مراته بتقلق عليه، وبتقلق كمان انها تعبت من موضوع انها شايله مسؤوليه البيت كله لوحدها ومحتاجه مساعدته في تربيه جين بنتهم واللي للاسف عندها مشاكل في السمع. فايمون بيوعدها انه هيرجع في اقرب وقت ممكن، وتاني يوم بيطلب من تيموثي يعلمه لغه الاشاره علشان يقدر يتواصل مع بنته لما يخرج من السجن. وبعد شويه ايمون وتيموثي بيرجعوا الزنازن بتاعتهم، وقتها بيلاقوا مجموعه تانية من المساجين اتلموا حواليهم، والمره دي هم ما بيبقوش خايفين من ايمون وبيواجهوه، بس لحسن الحظ هو بيستغل خبرته في المواجهه وبيهزم نص المجموعه دي بايد واحده، وباقي المجرمين لما بيشوفوا طريقته في المواجهه بيتصدموا، بس بعدها بيهجموا عليه بالاسلحه اللي عاملينها. ومع ان عددهم اكتر ومعاهم اسلحه يقدروا يستخدموها، بس هو بيقدر يواجههم بايديه بس، وبيخلص على اخر واحد منهم عن طريق انه بيخبط دماغه في الحيطه. وللاسف الحراس بيعرفوا بموضوع الخناقه دي، وايمون مش بس بيتحط في الحبس الانفرادي، لا ده كمان بيخسر فرصته في انه يخرج من السجن. وفي الوقت ده في المبنى اللي شيري وجين عايشين فيه بنتعرف على هذا الوبال واللي بيكونوا قاعدين يتكلموا مع بعض في الممر، ولما واحد من جيرانهم بيبدا يكح بول بيساله هو كويس ولا لا، فالراجل بيمشي وهو بيحاول يخبي العلامات الغامقه اللي على وشه. وبعد شويه بيجي واحد تاني من الجيران يتكلم مع نفس الراجل ده وبيقول له انه عايز منه فلوس الايجار، وانه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه هيبلغ البوليس. وللاسف الراجل بيفتح الباب وبيهجم عليه بعد ما بيكون اتصاب بالفيروس وبيعض من رقبته وبيخليه يتحول هو كمان. ووقتها بنشوف شيري وهي نايمه جنب بنتها جين، وفجاه الموبايل بيرن وبتلاقي صاحبتها بتتصل بيها وبتطلب كمان منها المساعده، بس بتلاقي الشبكه بتقطع ومش بتعرف تسمعها كويس. وبعدها شيري بتسمع صوت دوشه غريبه جايه من بره، واول ما بتفتح الباب بتلاقي راجل قاعد على الارض، بس اول ما بياخد باله انها موجوده بيهجم عليها وبيحاول يعضها. وفي اللحظه دي جين وهي بتتقلب بتاخد بالها ان امها مش نايمه جنبها، فبتحاول تنادي عليها عن طريق انها ترن الجرس، ولكن الجرس ده بيلفت انتباه الراجل المتحول. وشيري اول ما بتلاقيه مش مركز بتستغل الفرصه دي وبتزقه وبتخليه يقع على الارض، وبعدها بتضربه في رقبته بالشمسيه وبتموته. وبعد شويه الجيران بيبداوا يهربوا من زومبي تاني في المبنى واللي بيقدر يمسك واحد من الناس اللي ساكنين وبيعضه، وبعدها بيحاول يهجم على شيري بس هي بتدافع عن نفسها عن طريق انها بتستخدم الكرسي. ولما بنرجع للسجن صوت سرينه الانذار بتبدا تشتغل في المكان، والمساجين بيلاقوا الابواب اتفتحت فجاه، فمش بيضيعوا وقت وبيجروا كلهم علشان يهربوا، بس بعدين بيلاقوا نفسهم متحصرين من مجموعه اكبر من المصابين واللي بيبداوا ياكلوا فيهم واحد ورا التاني. وفي وسط العك اللي بيحصل ده تيموثي بيجري على زنزانه الحبس الانفرادي وبيساعد ايمون انه يهرب، بس هما الاتنين بيهربوا بيلاقوا زومبي بيهجموا عليهم، وواحد منهم بيحاول يعض تيموثي بس ايمون بيمسكه يكتفه وبيخلص عليه بحركه واحده من حركات المصارعه. وبعدين بيلاقوا عدد اكبر من الزومبي بيبدا يظهر، فايمون بيحاول يوقفهم بس قوته ما بتكونش كفايه علشان يعرف يواجههم كلهم لوحده. وبعدها تيموثي بيلاقي كرسي مكسور وبيستخدم اجزاء منه علشان يضرب بيه الزومبي اللي بيقابلوهم في الممرات، والاتنين بيساعدوا بعض علشان يعرفوا يخرجوا من السجن ده. واول ما بيخرجوا بيلاقوا عربيه اسعاف مركونه في الشارع، فبيركبوا العربيه بسرعه، ولكن بيحتاجوا الاول انهم يطلعوا السواق اللي اتصاب واللي محبوس في مكانه بسبب حزام الامان. وبعدها الاتنين
بيساعدوا بعض علشان يعرفوا يعدوا من الازمه دي. وبعد ما بينزلوا السواق الزومبي ده من العربيه بيمشوا بسرعه من المكان. وفي الوقت ده شاري بتروح مع باقي الجيران وبيحاولوا يهربوا من المبنى، بس بيلاقوا الباب مسدود وفي قدامه مجموعه تانية من الزومبي، فبيبداوا يدوروا على مخرج تاني من المكان. بس في وسط كل اللي بيحصل ده شاري وجين بينفصلوا عن بعض بسبب الزحمه، ووقتها ايمون ما بيبقاش عنده فكره عن اللي بيحصل لعيلته. وبعد شويه بيوصل المدينه دي، بس بيلاقي الزومبي مبهدلين الدنيا خالص، والطريق الوحيد الامان اللي قدامهم دلوقتي علشان يوصلوا للبيت عن طريق البدروم. بس الاول ايمون بياخد هدوم علشان يغيروا هدوم السجن اللي لابسينها، واخيرا الاتنين بيدخلوا النفق واللي بيلاقوه ضلمه جدا وبيقابلوا زومبي تانيين، بس هما بيقعدوا على الارض من غير ما يعملوا اي رد فعل. وبعدها الاتنين بيعدوا من النفق من غير ما اي حد يحس خالص. وبعد ما بيوصلوا المبنى بيلاقوا ان المكان مليان زومبي، بس بيلاقوهم قاعدين هما كمان. فايمون بيفهم انهم كده نايمين، ومع ان عينيهم مفتوحه ولكن مش بيقدروا يشوفوا اللي قدامهم. وايمون بيستغل الفرصه دي وبيعدي من وسطهم من غير ما يحسوا بيه. وهم ماشيين وسط الزومبي ايمون وتيموثي بيقابلوا ولد اسمه داف اللي بيكون مستخبي جوه برميل والزومبي موجودين حواليه. فايمون وتيموثي بيساعدوه يخرج من البرميل اللي هو فيه وبيقدر يهرب بامان. بس وقتها واحد من الزومبي بيصحى وبيبدا يصرخ، وصوت الدوشه دي بتخلي باقي الزومبي يصحوا. فالشباب بيضطروا يجروا في ممرات المبنى، وهم بيهربوا ايمون بيلاقي طفايه حريق وادوات تانية موجوده على الحيطه زي الفاس، فبياخدهم وبيقدروا يمشوا في الممر بعد ما بيستخدموا طفايه الحريق دي علشان يعرفوا يتحركوا وسط الزومبي. وبعدها بيبدا يقتل فيهم باستخدام الفاس اللي معاه. وبعد المعركه دي ايمون اخيرا بيوصل شقته القديمه، بس مش بيلاقي اي اثر لشاري ولا جين في المكان، فبيحبط وبيفكر يرجع يدور عليهم. بس تيموثي بيقول له انه خطر جدا يخرجوا من هنا دلوقتي، وانهم محتاجين يستنوا اللحظه المناسبه. وفي الوقت ده بول وهازل بيكونوا مستخبيين في شقه تانية، فبيسمعوا صوت دوشه جايه من الدولاب. ولما بيفتحوا الدولاب وبيبصوا جواه هازل بتلاقي جين مستخبيه فيه، واللي بعد ما تاهت من امها قررت تستخبى جواه من الزومبي. وهنا بول وهازل بيعرفوا انها جارتهم، فبيقولوا لها تروح معاهم لانه خطر جدا انها تفضل هنا. بس قبل ما يقدروا يهربوا صاحب الشقه بيتعب، وبعدها بيتحول لزومبي جعان وعايز ياكل اي بني ادم قدامه، فبيهجم على طول على بول. بس بول بيقدر يزقه ناحيه حوض المطبخ وبيحاول يموته بالمنشار، بس بيلاقي المنشار الكهرباء مش شغال. فهزل بتجري تدور على حاجه تانية يقدروا يستخدموها، واول ما بتلاقي اداه تانية بول بيستخدمها علشان يموت بيها الزومبي. وفي الناحيه التانية بنشوف ايمون وهو في واحد من ممرات المبنى، وبيقرر يجرب حظه وبيخرج يدور على بنته ومراته ومعاه تيموثي وداف. بس اول ما بيخرجوا من الشقه داف بيحس ان في حد بيتحرك وراهم، فبيفتكرها امه، فبيقلق عليها وبيقرر يروح يدور عليها. ولكن تيموثي بيشوف الولد وهو ماشي، فبيروح وراه علشان يلحقه قبل ما يتاذي. وبعدها بثواني تيموثي بيلاقي داف في الحمام جنب امه واللي اتحولت لزومبي، فتيموثي بيشده بسرعه وبيسحبه لبعيد، وهو بيقول له ان مامته اتصابت وانه مش هيقدر يعمل لها اي حاجه خالص. واول ما الولد بيهدى تيموثي بيوعده انه هياخد باله منه، وبيقول له انه محتاج مساعدته علشان يهربوا من المكان ده. فالولد بيوافق وبيروح مع تيموثي علشان يدوروا على ايمون، واللي بيبقى هو كمان بيدور عليهم. وفي الوقت ده شيري بتبقى بتدور على بنتها في المبنى، ولكن بتقابل زومبي تاني واللي بيهجم عليها على طول اول ما بيشوفها. وبعد كده ايمون بيقدر يلاقي شيري واللي قدرت تخلص من الزومبي، ولكن اتعورت في ظهرها بسبب حته خشبه دخلت فيها. وايمون بيفرح جدا لما بيلاقي ان مراته لسه عايشه. وبعدها الاتنين بيروحوا يدوروا على بنتهم جين، وبيدوروا على اي ناجين تانيين، وبيكونوا محتاجين يستعجلوا لان البنت مع بول وهازل، والثلاثه بيجروا من زومبي بيطاردهم. وفي وسط ما هما بيهربوا بيلاقوا نفسهم وصلوا عند ممر كده، بس الباب بيكون مقفول ومفيش طريق يقدروا يخرجوا منه. واللحظه بيفتكروا ان دي خلاص نهايتهم وانهم هيموتوا هنا. بس قبل ما الزومبي يوصل لهم بيسمعوا صوت رصاص بيتضرب، وهنا بيظهر واحد ومعاه مسدس في ايده. وفي الناحيه الثانيه ايمون بياخد شيري وبيرجعها شقتهم، وبيشيل بسرعه الخشبه اللي محشوره في ظهرها، وبعدين بيسالها على مكان بنتهم. بس شيري بتقول له انها تاهت منها وسط هجوم الزومبي. فايمون بيحاول يساعدها تهدى، وبيقول لها ان هما الاثنين هيدوروا على جين وهيلاقوها. بس بعدها على طول بيلاقوا مجموعه من الزومبي ظهروا وبيحاولوا يدخلوا الشقه. فشيري وايمون بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يمنعوا الزومبي من انهم يدخلوا، بس الموضوع بيكون مجرد مساله وقت عقبال ما الكل يدخلوا. بس لحسن الحظ تيموثي بيسمع الزومبي وهما بيحاولوا يكسروا الباب، فبيجري علشان يساعد صاحبه، وبيستخدم ماسوره حديد وبيبدا يخبط بيها في الحيطه، وبيستدرك كل الزومبي لبعيد. وبعدها بيجري على ممر تاني وبيحاول يستخبى في واحده من الشقق، بس بيلاقي ان الابواب كلها مقفوله. ولما مش بيلاقي مكان يهرب عليه تيموثي بيستجمع شجاعته وبيواجه الزومبي وبيضربهم بالماسوره الحديد اللي معاه. وللاسف بيبدا يظهر عدد اكبر من الزومبي في الممر وبيتكتروا عليه كلهم وبيعضوه. وفي دقايق تيموثي بيكون اتاكل. ولما ديف بيسمع صوت صريخ تيموثي بيجري علشان يساعده، بس للاسف الوقت بيكون اتاخر. وبعدها بيروح لشيري وايمون، وبعد كده الثلاثه بيحاولوا يهربوا على السلالم، بس بيلاقوا الطريق مسدود قدامهم بسبب مجموعه تانية من الزومبي. ودلوقتي كل اللي باقي هو انهم يمشوا من ممر تاني خالص. وهناك بيلاقوا بيتر، وده واحد تاني من السكان واللي بيوافق انهم يستخبوا في شقته.
وهم جوه ديف بيلاقي باباه اوسكار، وده نفس الراجل اللي انقذ هازل وبول وجين من مجموعه الزومبي، والثلاثه برضه بيكونوا مستخبين في الشقه. وشيري بتفرح جدا لما بتلاقي بنتها كويسه وما حصلهاش اي حاجه، وايمون كمان بيفرح جدا لما بيشوف جين بعد المده دي كلها، وبيوريها اللي اتعلمه من لغه الاشاره وهو بيتواصل معاها، وبيقول لبنته انه عمل اخطاء كتيره ولكن بيوعدها انه هيحميها هي وامها مهما حصل. ودلوقتي بعد ما الكل بقى في امان، اوسكار بيتكلم مع ايمون علشان يتفقوا على خطه الهروب، وبما ان الموارد اللي معاهم قليله ومحدوده جدا فهم مش بيقدروا يقعدوا في الشقه اكتر من كده، وبيكونوا محتاجين يدوروا على طريقه يعدوا بيها من الزومبي. وايمون بيقول ان المخلوقات دي بتنام وعينيها مفتوحه، ولما ده بيحصل بيقرفصوا وما بيبقوش شايفين اي حاجه، وبكده هم لازم يعدوا من الممرات بهدوء ويوصلوا للمخرج. وقتها اوسكار بيقول للكل يلموا حاجتهم ويستعدوا علشان يتحركوا ويبداوا ينفذوا خطه هروبهم تاني يوم الصبح. وبيتكلم كمان عن قريه كده اسمها ماريكينا، واللي على حسب كلام الراديو ما تاثرتش بكارثه الزومبي. وبعدها الكل بيوافقوا على الخطه وبيحاولوا يناموا بالليل، واوسكار بيروح يطمن على ابنه، بس هو بيكتشف ان ديف اتعض في رجله من امه والعدوى بدات تنتشر بسرعه، فبيحاول يواسي ابنه وبيقول له ان كل حاجه هتبقى كويسه، وبيقول له يجهز للرحله. بس لما بيحاول ياخد ابنه بعيد في الخباثه من غير ما حد يحس، ديف وقتها بيتحول لزومبي وبيهجم على جين. فايمون مش بيتردد وبيقوم واخد مسدس اوسكار على طول وبيضرب ديف بالرصاص وبيموته، ولكن الطلقه دي مش بتموت ديف وبيقع على الارض وهو بيفرك من الوجع. بس للاسف صوت الرصاصه بيوصل للزومبي اللي بره واللي بيجروا على الشقه وبيحاولوا يكسروا الباب. فايمون بيمسك السلاح بتاع اوسكار وبيفضل يضرب نار على الباب وبيقتل الزومبي اللي واقفين ورا الباب. ودلوقتي الكل بيحاولوا يتحركوا وينفذوا خطه هروبهم، بس الاول بيكونوا محتاجين يتعاملوا مع ديف قبل ما يعدي حد تاني، وبابا بيكون رافض انه يقتل ابنه. بس وقتها ليندا مرات بيتر بتقرر تتصرف هي وبتضرب ديف بالرصاص، فاوسكار بيتعصب وبيقوم ضاربها بالرصاص هي كمان. فبيتر بيتغاظ وبيمسك في خناق اوسكار وبيحاول يرمي المسدس من ايده، والاتنين بيواجهوا بعض، ولكن اوسكار هو اللي بيهزمه في الاخر وبيضربه بالنار، وبيضرب بيتر بطلقه في دماغه. ولما ايمون بيلاقي الوضع صعب بينادي على الباقي وبيفكرهم انهم محتاجين يهربوا في اسرع وقت ممكن. فالكل بيخرجوا من الشقه، بس الزومبي اللي بيقابلوهم بيجبروهم انهم يتفرقوا. مثلا هازل وبول بينزلوا وبيمشوا من ممر تاني، ولما بيوصلوا واحد من الزومبي بيقدر يدخل وبيهجم على هازل، وبول بيحاول يوقف الباقي وبيزقهم بالكرسي، وهازل بتقدر تزق الزومبي في الحيطه بس هو بيلف راسه وبيقوم عضدها في ايديها. ولما بول بيشوف ده بيزق الزومبي اللي قدامه جامد وبيبعدهم وبيروح يساعد هازل، والاتنين بيكونوا عارفين انها قريب قوي هتتصاب. فهازل بتطلب من بول انه يسيبها ويهرب ولكنه بيرفض وبيقول لها انه هيفضل معاها لحد النهايه. وبعد كده الاتنين بيحضنوا بعض، وبعدها بثواني بيدخل عدد اكبر من الزومبي وبيهجموا عليهم في الشقه، وبول وهازل بيصرخوا وصوت صريخهم بيكون واصل لبره. وبعد وفاتهم ما بيكونش باقي دلوقتي غير ايمون وجين وشاري اللي بيكملوا هروب، بس هم بيلاقوا ممر تاني مليان زومبي قدامهم. فايمون بيقول لهم يستخبوا في مكان امن، وبيروح هو يواجه قطيع الزومبي دول لوحده، وبيقوم رافع السلاح اللي معاه وبيضربهم بيه في راسهم، وده بيلفت انتباه باقي الزومبي اللي في المبنى. وعلشان يلحق نفسه قبل ما يتحاصر من الزومبي من كل النواحي، فايمون بينسحب وبيجري ناحيه منطقه تانية من المبنى، وهناك بيكون عنده فرصه احسن انه يضرب بيها الهدف بتاعه. واول ما الزومبي بيجروا ناحيته ايمون بيشحن السلاح وبيضربهم بالرصاص وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. بس بعدين بيلاقي مجموعه اكتر بيبداوا يظهروا، فبيلاقي نفسه اتحاصر برضه، فبيضربهم بالرصاص وبيزقهم برجليه وبيواجههم علشان يهزمهم. ولما الرصاص بيخلص اخيرا بيستخدم السلاح اللي معاه علشان يخبطهم بيه وبيواجههم وبيوقعهم على الارض لوحده زي ما كان بيعمل في السجن. بس المعركه مش بتخلص لغايه هنا، لانه بيلاقي العدد كل مدى بيزيد والزومبي بيخرجوا له من كل مكان وبيبقوا عاملين زي القطيع اللي عددهم مش بيخلص. فايمون بيفتكر ان معاه مسدس صغير وبيقوم مطلعه وبيبدا يضرب نار على الزومبي، وبيستخدم واحد منهم كدرع يفصل بينه وبين باقي الزومبي، والمخلوقات دي بتحاول تهجم عليه من ظهره، ولكن ايمون بيضرب اتنين منهم وبيوقعهم على الارض وبيضغط على راسهم هما الاتنين فوق بعض وبيقوم مخلص عليهم بطلقه واحده بس. واخيرا الرصاص بيخلص من المسدس اللي في ايده كمان، بس هو بياخد الخرطوش وبيقوم ضارب بيه الزومبي في دماغه، وده بيديله وقت يشحن فيه السلاح بتاعه. بس وقتها بيلاقي زومبي تاني ظهر قدامه واللي بيحاول يعض في دراعه، ولكن ايمون بيقدر انه يحمي نفسه بالسلاح وبيستخدم سنان الزومبي علشان يشد بيها المسدس، وبعدين بيقوم ضربه بالرصاص وبيموته. وفي المواجهه دي بنشوف كومه الجثث اللي مرميه في الارض، بس ايمون ما بيكونش عنده وقت يرتاح وبيكمل ضرب في باقي الزومبي اللي بيظهروا قدامه وبيطلعوا له من كل مكان، وبيستخدم الرصاص اللي باقي معاه علشان يهزمهم. وبعد ما الرصاص بيخلص خالص بيطلع السكينه اللي معاه وبيضرب بيها اي زومبي بيجي قدامه، وبيفضل مكمل في مواجهه الزومبي. وفي الوقت ده جين بتكون مستخبيه مع امها، ولكن بتلاحظ ان باباها طول قوي، وشيري بتقرر تاخد بنتها ويخرجوا من المكان اللي هم فيه. بس فجاه بيلاقوا اوسكار قدامهم واللي بيرفع مسدسه عليهم، واوسكار بيكون لسه متاثر من اللي حصل لابنه وبيلوم كل اللي كانوا موجودين وقتها في الشقه. فشيري بتحاول تخليه
بيرجع لوعيه ويفوق، بس هو بيكون متغاظ جدا وحزين على اللي حصل لابنه وبيرفع مسدسه عليها هي وجين. فجين بتجيب الكشاف على عينه وبتخليه ما يبقاش شايف كويس، وشيري بتهجم عليه علشان تاخد منه المسدس ولكنه بيضرب نار من غير ما يتردد، وصوت الرصاصه بيلفت انتباه الزومبي اللي في المبنى ناحيتهم. وفي اللحظه دي ايمون بيكون وصل لسطح المبنى وبيلاقي نفسه متحاصر والزومبي حواليه في كل مكان، وتقريبا تلت عدد الزومبي اللي في البلد بيكونوا في المبنى اللي هم فيه. ودلوقتي ايمون ما بيبقاش معاه اي سلاح يواجه بيه الزومبي وبيضطر يواجههم بالضرب، وبيستخدم اي حاجه حواليه علشان تساعده في مواجهته للزومبي، بس واحد منهم بيقدر يمسكه من ظهره وبيعض في بطنه، وايمون باخر طاقه عنده بيموته. وبعد المعركه الاخيره دي ايمون بيروح يدور على عيلته وبيشوف تيموثي وهو متصاب ونايم على السلالم، فايمون علشان يريحه بيخلص عليه وبينهي معاناته. وفي الناحيه الثانيه بنشوف اوسكار وهو لسه في حاله من الجنان، وبيسيب شيري وبيروح ورا جين واللي بتحاول تستخبى منه ورا الحيطه، واول ما بيعرف مكانها اوسكار بيمسك مسدسه علشان يضربها، بس وقتها شيري بتظهر وبتيجي من وراه وبتقوم ضرباه بماسوره حديد، واوسكار بيفضل يقاوم وبيحاول يضربها، بس لما بيثبتها في الحيطه شيري بتقدر تاخد المسدس من ايده وبتضربه بيه في بطنه، واخيرا بتقتل اوسكار. بس شيري وجين بيبقوا في خطر بسبب ان صوت طلقه الرصاص بتلفت انتباه الزومبي اللي بيجروا ناحيتهم، فالبنت بتحاول تهرب بالكشاف اللي في ايديها، بس بتلاقي زومبي محاصرينها وبيجروا عليها، بس البنت بتكون اذكى منهم وبتستخبى في الدولاب وبتخلي الزومبي يخبطوا في بعض. وبعدها جين بتحاول تستخبى ورا الدولاب، بس بيجي زومبي تاني وبيوصل لها وبيحاول يسحب البنت من رجليها. وفي اللحظه دي ايمون بيسمع صوت صريخ بنته فبيجري عليها وبيقتل الزومبي اللي في طريقه، وفجاه بيسمع اصوات غريبه وبيخاف على بنته، بس لما بيوصل لها بيلاقيها ضربت الزومبي بالجرس في عينه. واخيرا ايمون بيوصل لبنته بيلاقيها مستخبيه تحت الدولاب، فبيكلمها بلغه الاشاره وبيطلب منها انها تروح له. واول ما الزومبي بيبعد جين بتجري باقصى سرعه عندها وبتوصل لباباها واللي بياخدها في حضنه على طول اول ما بيشوفها، بس مره واحده بيلاقوا شخص تاني مصاب بيبدا يقرب منهم وبيحاول يهجم على ايمون. وفي اللحظه دي شيري بتيجي في اخر لحظه وبتخلص عليه بالمسدس، واخيرا العيله بترجع تتجمع مره تانية، بس ايمون بيقول لهم انهم محتاجين يهربوا في عربيه الاسعاف اللي سابها بره، وشيري ما بتبقاش فاهمه هو ليه بيقول كده وبتساله ايه اللي حصل له، فهو بيوريها علامه العضه اللي في جسمه، وجين بتكون رافضه تسيب باباها، بس هو بيكلمها بلغه الاشاره وبيقول لها انه بيحبها جدا وعلشان كده هو مش هيقدر يخاطر بحياتها، ومع انها ما بتبقاش عايزه تمشي من غيره، ولكن جين بتديله رسمه هديه وبتخرج من المبنى مع امها وبيروحوا يدوروا على عربيه الاسعاف. وفي الوقت ده العدوى بتبدا تنتشر بسرعه في جسم ايمون، فبيفضل قاعد في المبنى وهو بيتفرج على الرسمه اللي بنته رسماها ليهم كلهم مع بعض، ومع انه مش بيقدر يروح معاهم ولكن ايمون بيكون مبسوط انه قدر يحمي عيلته لحد الاخر، وبيحصل فيه زي ما حصل لكل ضحايا الوباء ده، وبيبدا يحس بالاعراض لحد ما بيتحول لزومبي. وبالنسبه لشيري وجين هما بيقدروا يخرجوا من المبنى وبيلاقوا عربيه الاسعاف اللي ايمون سايبها فعلا، والاتنين بيبداوا رحلتهم سوا ناحيه مدينه ماركينا على امل انهم يوصلوا لمكان امان بعيد عن كارثه الزومبي. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.